كنا فاكرين إن الفرح ليه سعر، وإن الراحة بتتحط في ظرف، وإن يوم ما يبقى معانا كتير ساعتها بس هنهدى. بس اللي حصل غير كده. واحد طول عمره بيجري ورا رقم، كل ما يكبر الرقم قلبه يفضل فاضي، لحد ليلة بسيطة النور كان قاطع. قعد مع أبوه في البلكونة يتكلموا من غير موبايلات، ضحكوا على ذكريات قديمة، وفجأة حس إن صدره وسع كده. وفي الوقت ده هو ما صرفش ولا جنيه، بس رجع يحس. بنت كانت دايما تقول لما اجيب الحاجة دي انا هفرح، تجيبها وتفرح ساعة وبعدين ترجع نفس الفجوة. لحد يوم ما راحت تزور قريبة ليها، مسكت ايديها لقيت ايديها بتترعش وقالت لها وجودك كفاية. الكلمة دي عملت جواها حاجة ولا اغلى هدية كانت هتعملها. شاب كان مكسور علشان معهوش، حاسس انه اقل من غيره، لحد ما بدأ يدي من وقته، يسمع، يساعد، يسند. كل مرة كان بيرجع بيته تعبان بس قلبه مليان بشكل غريب. الغنى ملوش علاقة بمحفظة، أحيانا احنا اتغيرنا من غير فلوس لما اكتشفنا ان الطبطبة مش بتتباع، وان الضحكة اللي طالعة من القلب اغلى من اي حاجة عليها سعر. اتغيرنا لما بطلنا نستنى لما يبقى معانا، وابتدينا نعيش باللي معانا.